السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة ماما نجوى. إن شاء الله هعمل معاكم النهاردة آيس كريم الأوريو اللي انتشر بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة. هعمله معاكم بطريقة سهلة جدا جدا وهيعجب ولادك، وكمان مش هتشتريه من بره تاني. عملته بالشكل ده وباقي الكمية عملتها بالشكل ده، حلو جدا جدا ما شاء الله. في الأول ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وكمان اشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وهنشوف الطريقة وكمان المقادير. عندي كوباية من الكريم شانتيه الخام من غير سكر، وكمان كوباية حليب متلجة، نص كوباية من الحليب المكثف المحلى عملته معاكم في الفيديو اللي فات بطريقة سهلة جدا. وعندي 3 باكو بسكوت أوريو، الباكو فيه 6 قطع. هضرب الكريم شانتيه مع كوباية اللبن المتلجة وهضربها كويس بالمضرب الكهربائي. تقدري تستبدلي الكريم شانتيه بكريمة خفق للحلويات، بجد بتدي نتيجة حلوة جدا جدا للآيس كريم. ولو تلاحظوا هنا انا ما ضفتش سكر بودر للكريم شانتيه علشان عندي حليب مكثف محلى فيه سكر كفاية، وكمان الكريمة اللي في بسكوت الأوريو بيبقى سكرها عالي، فمش هنحتاج سكر خالص. هضيف الحليب المكثف المحلى للكريم شانتيه بعد ما ضربته. هضربه ضربتين كده لما يختلطوا. عندي بقى الأكياس البسكوت، وكمان عندي الستيكس ده جبته من الصيدلية رخيص جدا جدا. لو مش متوفر عندك الستيك بتاع الايس كريم. عندي كيس حلواني هعبي الكريمة فيه، دي اسهل طريقة جدا علشان نعبي اكياس الاوريو. الطريقة دي سهلة جدا، انا جربت اللي انا اعبيه بالمعلقة وطريقة صعبة جدا، وكمان الكيس بيتوسخ من فوق، فالطريقة دي سهلة جدا جدا. ده كيس حلواني استخدام مرة واحدة بجنيه، مليته. هقص الطرف، هقص فتحة كبيرة علشان قطع البسكوت تنزل مع الكريم شانتيه.
بعد ساعتين هطلع الايس كريم الاوريو وهسويه، هيكون اتجمد شوية. هتعرفي بقى تسويه كويس علشان يديكي شكل مظبوط لما يتلج. هسويه كويس. حطيت ما بين كل واحدة والتانية فوطة مطبخ علشان ما يجيش على بعضه، وكمان يحافظ على الشكل بتاعه. بعد ما سويته بالشكل ده هرجعه تاني الفريزر لمدة يوم كامل علشان يديكي نتيجة حلوة جدا. يعني سيبيه لمدة يوم كامل. تاني يوم علشان عايزة اعمله زي ايس كريم ميجا، فعندي شوكولاتة خام